النهارده مش هحط لكم صورة الزلزال واكتب لكم اقروا الفاتحة لشهداء الزلزال في سوريا وتركيا، واقروا الفاتحة لشهداء فلسطين، واقروا الفاتحة للأستاذ عادل فتحي. النهارده حبيت ان انا اقولها لكم وجنبي صورة عزيزة على كل مصري وعلى كل فلسطيني، لانه فعلا الشاب دوت، اقصد الراجل دوت، اقصد الشخصيه ديت، اقصد امير القلوب، دايما بيفكرنا بشعب فلسطين وبيفكرنا بالقضيه الفلسطينيه. هحط لكم محمد ابو تريكه واقول لكم اقروا الفاتحه لشهداء الزلزال في سوريا وتركيا، واقروا الفاتحه للاستاذ العظيم عادل فتحي ولشهداء فلسطين. فلتحيا فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة وأحسن حال. أنا في المقدمة بتاعتي حبيت أحط لكم الصورة بتاعت أمير القلوب محمد أبو تريكة، اللاعب الخلوق اللي مفيش اتنين اختلفوا عليه، سواء كان زملكاوي أو أهلاوي. جماهير الكرة المصرية بل جماهير الكرة العربية كلها بتعشق اسم ابو تريكه وشخصيه ابو تريكه، لان هو الشخص الوحيد اللي بيذكرنا دايما بالقضيه الفلسطينيه اللي الشعوب العربيه كتير منها نسي ان في حاجه اسمها فلسطين. عشان كده حبيت ان انا اشارككم صوره ابو تريكه وهو لابس فانيله المنتخب الفلسطيني. انما موضوعنا النهارده هو موضوع لا يقل اهميه عن اي موضوع انا قلته قبل كده. انا هتكلم في موضوعين، هتكلم في ام جانا وعمليه التكميم، وهتكلم في المثل بيقول لك انك انت لو زرعت شوك عمرك ما هتجني عنب، وده مثل قصه حقيقيه ولكن اصبحت مثل عايشين فيه بالواقع، وخصوصا في الايام اللي احنا بنمر بيها دلوقتي على منصه اليوتيوب. يلا بينا. يمكن لو اتكلمنا عن ام جانا هنتكلم عن شخصيه عفويه، شخصيه عايشه بالفطره، شخصيه ممكن ناس تفتكر ان هي بتتصنع الحاجات اللي هي بتعملها، وناس مصدقه ان هي دي طبيعتها وطبيعتها في الحياه. هل يا ترى هي طبيعتها في الحياه ولا بتتصنع؟ الله اعلم. لكن ام جانا عودتنا ان هي كل ما تطلع بفيديو لازم تاكل وتاكل وتاكل جامد قوي، لغايه ما الناس عيبت على طريقه اكلها، وناس كتيره زي ما بيقولوا اشتمزت من طريقه اكلها، وناس كتيره نقدت طريقه اكلها، وكانت مصدر كتير لناس عملت فيديوهات عليها، وناس كتيرة نصحوها ان الاكل الكتير مضر عليك يا ام جانا، خصوصا انك انت مريضة سكر. وفعلا تقريبا لما السكر زاد عليها قررت ام جانا ان هي تعمل العملية. ام جانا قررت تعمل العملية بعد سماع المتابعين وبعد نصايح المتابعين اللي هم دايما حريصين على ان ام جانا تظهر بصورة كويسة، خصوصا في طريقة اكلها. وام جانا استجابت وقررت ان هي تعمل العملية، وقرار مفهوش مجال ان هي ترجع عنه، وقررت ان هي تعملها قبل رمضان. في ناس نصحتها قالت لها يا ام جانا استني بعد رمضان واعمليها، لكن هي مصره ان هي تعملها قبل رمضان. ناس كتيره فرحت ان ام جانا هتعمل العمليه، لان اكيد العملية هتغير من طريقة أكلها، هتقلل من طريقة أكلها، وهتبقى أم جانا اللي الجمهور عايزها وعايز عفويتها وعايز طبيعتها اللي هي بتجذب الجمهور تبقى في صورة كويسة أفضل من الصورة اللي هي الناس اتعودت عليها. يمكن دوت أفضل قرار عملته أم جانا الأيام ديت، وخصوصا قبل رمضان. استمر يا ام جانا وربنا معاك ان شاء الله، وهتبقى احسن من الاول. بالعكس انت ثقتك وثقة الجمهور فيكي هتزيد جدا 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 بعد العملية، وربنا معاكي ان شاء الله. يمكن النقطة التانية اللي حابب ان انا اتكلم فيها الخصها لكم كده في مثل، بس المثل دوت واقعي وحقيقي وفعلا حصل وبيحصل معانا دلوقتي. يعني المثل ما بيجيش من الفراغ، المثل بيجي من قصة حقيقية وحصلت وبتتداول على مر العصور. قصة المثل بتاعنا النهاردة انك لا تجني من الشوك العنب، وفعلا ازاي هطلع الشوك هيطلع منه عنب.
وعلى فكرة المثل ده بيضرب بيه الناس اللي هي تصنع المعروف لغير أهله، وقصته بسيطة جدا جدا جدا. القصة عبارة عن فلاح دايما كان بيزرع في البساتين أو في الغيطان زي ما بنقول باللغة المصرية بتاعتنا العامة، وكان دايما بيبقى معاه ابنه الصغير. ابنه الصغير دوت كان لسه صغير جدا. المهم الابن شاف أبوه إن هو جه بيزرع شتلة العنب وبيسقيها وبيرعاها وبتطرح عنب. العنب طبعا شكله مغري جدا، سواء كان اخضر او احمر او اي لون بيطلع. المهم الطفل جه في ذهنه ان هو لما بيجي يزرع شجرة ايا كانت هتطلع الثمرة بتاعت العنب وتبقى جميلة، خصوصا بعد ما الطفل ده العنب بعد ما استوى وطاب على شجرة العنب وقدر ان هو يستلذ بطعم العنب وحلاوة العنب. العنب دوت هيمثل لنا ان الخير، هيمثل لنا الخير. المهم الطفل لقى شجرة شوك وهو ماشي في الشارع صغيرة، فحب ان هو يزرعها وفضل يزرعها ويربيها، يزرعها ويربيها، وكبرت الشجرة ومنتظر الطفل العنب فما لقاهاش طلعت عنب. فابوه لاحظ ان هو مهتم بالشجرة ديت وقال له يا ابني عمرك ما هتطلع عنب من الشوك، انت زرعت شوك هيطلع شوك، زرعت عنب هيطلع عنب. يعني ادى مثل لابنه ان زراعة الخير هتفضل معاك خير حتى لو اتقابلت بشر، وان زراعة الشر هتفضل معاك شر. فافعل الخير في دنيتك هتلاقيه في اخرتك، وبرضه هتلاقيه في دنيتك. عشان كده انا قلت المثل ده موجود في حياتنا اليومية وبنشوفه على منصة اليوتيوب كل ساعة كل دقيقة كل ثانية بتلاقي المثل دوت قدام عينيك. لو انت قلت كلمة طيبة هتلاقي مردود الكلمة الطيبة دوت في عملك، في رزقك، في اولادك، في اسرتك، في اي حاجة انت ممكن ما تتوقعهاش هتلاقي الخير قدامك. لو انت قلت كلمة سيئة تسبب فرقة ناس هتلاقيها في عملك، في رزقك، في أسرتك، في أي شيء أنت مش متوقعه. ازرع خير هتلاقي الخير. لو حبيت انك انت تزرع الشر اكيد هتلاقي الشر. ودي نصيحتي لكل انسان، تأكد 100% ان قوتك مش في الرد، ولكن قوتك في الصبر وإيمانك بالله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.